يمكن ما سمعتوش فيهم جماعة إيه؟ ابن لاكن. موجودين هذول حتى في علماء وفي مشايخ ومنظرين أتباع إيه؟ ابن لاكن. يحدثني أحد أحبابي يقول لي: أتاني أحد هؤلاء شاب مسلم متدين ومن عائلة فاضلة وملتحن، يقول له: والله هذا الذي يحصل من ذبح المسلمين وذبح المسيحيين أو طرد المسيحيين وذبح اليزيديين وغيرهم، طبعا الإسلام لا يقره. قال له: أحسنت، بارك الله فيك، هذا صحيح، هذه رحمة الإسلام. قال له: ولكن هو من أتباع ابن لاكن. هنا تحت هذه ولكن دخلنا في المصايب، في الفواجع. ولكن ألا توافق معي أن الله بحكمته وعدله وقدرته سخر هؤلاء الدواعش لذبح هؤلاء الكفار وتخليص الأرض منهم؟ فالحمد لله. إيش هذا؟ أي عقلية هذه؟ هذا أصولي مسكين، إيه، مفصوم، شيزوفرينيك وأصولي كمان ومفصوم الشخصية، يلعب. ما الذي أتاح له هذا اللعب؟ على فكرة هذا المنطق أنا أقول لكم لو عرض على كثير من إيه؟ من أميي أمة محمد يقبلونه، يقول لك: والله صح، الدين ما بسمح هيك، ولكن في نهاية المطاف الله اللي بده هيك، وسخر هذولا ينظفوا الأرض من هذولا، وهذولا في هذولا فهذولا، الحمد لله. يا سلام، هذول جماعة ابن لاكن، تشويش في الفكر، انتقائي واجتزائي. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ سأشرح هذا الآن بالمصطلحات الشرعية. عظمة أيها الإخوة العطاء القرآني، عظمة العطاء الإلهي الشرعي أنه أخذ في اعتباره، مأخوذ في اعتباره الوضع القدري على أي نحو. بمعنى، انتبهوا، عقيدة معظم المسلمين خاصة أهل السنة والجماعة لا يقع شيء في الكون خارج إرادة الله، ولا يقع زي ما كان المعتزلة يعتقدوا. هذا غلط، هذا نوع برضه إيه من الخطأ في حق الله. كيف يكون مالك الملك ويقع شيء في ملكه وبدوش إياه؟ مغلوب على أمره يعني، صح؟ حاشا لله. ما في شيء يقع في كونه إلا بإذنه. يعني الله أذن مثلا اليهود أن يقتلوا زهاء 500 طفل فلسطيني، أذن شرعا أو قدرا؟ قدرا. شرعا أذن، لعن من يفعل هذا. الله لعن من يقتل نفسا إيه ظلما، فكيف نفس بريئة مسلمة طفل صغير على الفطرة؟ كيف؟ لكن قدرا أذن ولا لم يأذن؟ طبعا أذن. لو لم يأذن ما يقع هذا. يعني في عندك أنت في حرب غزة الملعونة هذه 1200 صاروخ وقعت على غزة لم تنفجر. عدد هائل، عدد هائل، 1200 صاروخ، والصاروخ إيه؟ يعني في المتوسط 250 كيلو، كمية هائلة لم تنفجر. الله لم يأذن، ما بدوش، ما تنفجر، ما ينفعش. لو ضربوا قنبلة ذرية والله ما بدوش تنفجر، مش حتنفجر. فما بقع شيء في الكون إلا إيش؟ إلا بإذنه. فهو يأذن، لكن انتبهوا عاد الآن، كما يأذن بقتل الضحية وانتصار المجرم إلى وقت إلى ساعة، يأذن أيضا بماذا؟ بانتصار المظلوم. كما يأذن بكفر الكافر، كافر بكفر بجدف وألف كتب ضد الله، والله بخليه وبعطيه كمان. قادر يأخذ إيه؟ السر منه في لحظة، ما يقدرش يكتب كلمة واحدة، لكن لا، خليه يمشي. الله أذن بقتل الأنبياء، ولا مش صحيح؟ ولا ما فيش أنبياء قتلوا؟ أنبياء قتلوا بس مش رسلها. ما فيش رسول قتل، افهموا، القرآن دقيق. ما فيش رسول قتل، الرسول لا يقتل، النبي يقتل. مسألة كبيرة مركبة وعجيبة في كتاب الله هذه. طيب، ولذلك قتلهم الأنبياء إنا لننصر رسلنا إنهم لهم المنصورون. شوف عيسى رسول ما قدروش عليه، جابوه ما جابوه فيش فايدة، قال ولكن شبه لهم، ما تقدروش. موسى صغير وذبح ما فيش فايدة، ربنا في حجرك ودمرناك على ايديه، ما تقدرش عليه. نوح لحاله وما آمنوا إلا قليل، غرقناهم كلهم ونجا وجعلنا ذريته هم الباقين. محمد نفس الشيء، انتبه، الرسل لا، الأنبياء تقتل. القرآن دقيق، عنده فلسفة خاصة، نظريات قرآنية دقيقة. طيب، أذن بقتل الرسل، أذن قدري، ولعن من فعل هذا. السؤال، نحن كمسلمين متعبدون بالقدر أم بالشرع؟ بالشرع طبعا. ولا واحد يقول لي أنا متعبد بالقدر. لو كنت متعبدا بالقدر أنت ستمرر وتبرر وتسوغ المظالم والعصيان والطغيان والفواحش والبهتان. قل الله بده هيك، وأكثرنا للأسف عن جهل يقع في هذا. مش صحيح؟ يا أخي الله كاتب هيك، لعله خير. خير إيه؟ والله ما في خير وأنت بهالعقلية التعبانة هذه. لا يا رجل، هذا قدر. نحن لا نحتج بالقدر، نحتج بماذا؟ بالشرع. إيش الله بده وإيش بدوش. فقط الذين احتجوا بالقدر هم المشركون،
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. صح؟ الله قال كذابون، هذول كذابون. نفس الشيء، الله أمرنا بها وجدنا عليه آباء، والله أمرنا بها بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. بيحتاجوا ماذا هم؟ بالقدر. قال لك ما هو الله اللي خلانا نعمل هيك، يعني لو بدوش ما عملناش، هذا قدر. صح، الله أذن لك، لكن شرعا رخص لك ولا منعك؟ منعك، ولعن وكره وسخط من فعل هذا. صح؟ جماعة ابن لكن هذولا مثل هذا الأخ المسكين بيلعبوا على ماذا؟ على الخلط، خلط الأوراق، خلط القدري بالشرعي والشرعي بالقدري. يقول لك صحيح حسب النصوص والأحاديث والآيات ما ينفعش نعمل هيك، ولكن يا أخي مش الله اللي بده هيك، فالحمد لله على هيك. شفت؟ ضيعنا كل حاجة، صرنا قتلة، صرنا مجرمين بالهبل هذا. هذا مش فكر، مش علم، مش دين، هذا استهبال اسمه، كذب على الله. الله سماه الكذب هذا، والقول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك. أنت تتكلم على الله بغير علم، الله ما قال هيك. انتبهوا الآن، فيه شوي حتة فلسفية عميقة، عاد بدنا إيه؟ نبرز العلاقة بين الشرعي والقدري. تقولون، أنت قلت يا عدنان أن الشرعي مأخوذ فيه القدري، بأي معنى؟ كيف؟ وحنختم بهذا للأسف. ما زلنا في صفة واحدة من صفة الأصوليين. الشرع مأخوذ فيه القدر بمعنى أيها الإخوة، بمعنى يسمح بحرية الإنسان، يسمح أن يشتغل ويعمل منطق الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف؟ إيش معناها يعني؟ أقول لك كيف. الله تبارك وتعالى إيش بيقول؟ بيقول أنا لو شئت لجعلت الناس إيه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة، لأنه إيه؟ قلوب العباد بين إيه؟ أصبعين من أصابع الرحمن، ولا مش صحيح؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله بيقدر يتصرف عادي، ما عندوش مشكلة. الله بأمر واحد، أقول لك كن مؤمنا، تلاقي نفسك خلاص حبيت الإيمان وحبيت محمد والقرآن وصرت ما شاء الله من كبار العارفين. ولا بيقدرش؟ بيقدر، بس ما هو بدوش. ليش؟ قال لك أنا بنيت أمر الإيمان على ماذا؟ على الإذعان القلبي، على الطاعة، على الحرية. الحرية أنت اللي تختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء لا إكراه في الدين وهديناه النجدين، السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال أنا هيك، أنا خلقت خلقا كالملائكة، ما عندهمش هذه الحرية. ولا مش صحيح؟ الملك لا يستطيع أن يعصي، مع أنه الله فرض احتمال لو أنه ممكن يعصي. طبعا فرض المحال ليس بمحال، بس هو محال. الملك لا يعصي. تبارك وتعالى أخذ في تشريعه الوضع القدري. قدريا الله تبارك وتعالى سمح بالتنوع الملي والعقدي الديني، في يهود، في نصارى، في مسلمون موحدون، في كونفوشيوس، في بوذا، في هندوسيون، في ملاحدة، في من كله، في دهريين طبيعيين، في من كله. وآيات كثيرة إيش قالت؟ قالت الفصل بينهم يكون إيش؟ يوم القيامة عند الله، ولا واحد في الدنيا يفصل. قال ولذلك خلقهم، للاختلاف خلقهم، بالاختلاف خلقهم. هذه وضعية ماذا؟ قدرية. الآن الوضعية الشرعية كيف أخذت هذه الوضعية القدرية في اعتبارها؟ أنا أقول لك تماما، هي تفسير. هذا اسمه مبدأ الاتساق في الفهم. مبدأ الاتساق الذي يهتك ويهدر هذا المبدأ اجتهاده بيكون في غلط، في نوع من الغلط. كيف الاتساق؟ في اتساق دقيق هنا. ما دام هو أراد هذا ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين، لا يزالون إلى يوم القيامة إلا من رحم ربك، فبعضهم يتفق، لكن القاعدة العامة لا يزالون مختلفين. والله قال أنا بدي هيك، هذا مرادي، لأن الأمر مبني على الحرية، مبني. وقضية الإيمان كلها قضية حرية. انتبه عاد، لو جاء الشرع يقول لك ممنوع أن يبقى على وجه الأرض إلا مسلم موحد، وأنت مكلف يا مسلم بساعدك وسيفك بإنفاذ هذا المهم، ما تخليش على وجه الأرض إلا إيه؟ إلا مسلم موحد على طريقتك. إيش بصير هنا طيب؟ بصير هتك وشطب وإلغاء لمبدأ ماذا؟ الحرية. بصير مبدأ التدين مش مبني على الحرية، مبني على ماذا؟ على الإكراه. إن إيه؟ الدين إكراه، إن الدين بالإكراه. الله قال لا إكراه في الدين. فيش من شاء فليؤمن، فيش من شاء فليؤمن وإلا إيه؟ فهو معروض على السيف نقط رأسه. الله ما قال هيك أبدا. وطبعا بالطريقة هذه يفسد مفهوم ماذا؟ الابتلاء تماما. ما فيش ابتلاء، أي ابتلاء وأنت لا تجعل لي حرية أن أختار إيه؟ ما أريد. بسموها حرية الضمير، حرية إيه؟ حرية الفكر، حرية الدين.
فهذا المبدأ بفضل الله في شرع الله محفوظ. الله قال في شرعه لهم الحق جميعا أن يبقوا وأن يظلوا، وممنوع أن تكرههم على ماذا؟ أفأنت تكره الناس، قال لمحمد، حتى يكونوا مؤمنين. مستنكر الله بقول له أنت بدك تكرههم إكراه؟ قال له ما في الكلام هذا. أمر الإيمان ليس مبني على الإكراه، مبني على الحرية والطواعية والإذعان القلبي الباطني. فهذا الأمر مأخوذ في التشريع الإلهي، مأخوذ في التشريع الإلهي. طب ماذا يبقى إذن؟ ماذا يبقى لنا إحنا كموحدين؟ نعتقد إن إحنا عدين الحق وعندنا الكتاب الحق، يبقى لنا البلاغ والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، وبعد ذلك لا يضرنا من ضل إيش؟ إذا اعتصمنا بحبل الهداية. شيء جميل وإنساني ومن أعظم ما يكون، أليس كذلك؟ لكن للأسف هؤلاء أصحاب العقليات الأصولية الحصرية الإقصائية الواحدية لا يؤمنون بهذا، فهتكوا ماذا؟ القدري أم الشرعي؟ أنا أقول لكم هتكوا الاثنين. هتكوا الشرعي من أجل ماذا؟ من أجل أن يفسدوا منطق الله أيضا ماذا؟ القدري، فأفسدوا هذا وهذا، فكأنهم ألحدوا بشرع الله وكفروا أيضا بماذا؟ بقدر الله الحاكي حكمة الله، أي في قدره في خلقه. ويا له من إثم، بل يا له من إثم فاحش غليظ عظيم. أقول